بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة مع الفنان والناقد الموسيقي القدير الأستاذ جابر علي أحمد. الصمت عاد، الخوف عاد، الصمت عاد، الخوف عاد، فنحن مشتاق النهار نبكي، نحب، نبكي، نحب، نخاصم الأشباح، نخاصم الأشباح، نخاصم الأشباح، نحيا في انتظار. نخاصم الأشباح، نخاصم الأشباح، نخاصم الأشباح، نحيا في انتظار. أستاذ جابر علي أحمد ناقد فني له صولات وجولات في الحركة الموسيقية، ويعد من أهم، إذا لم يكن أهم، باحث في الموسيقى اليمنية، حيث رفد المشهد الفني بالعديد من المقالات والأبحاث والإصدارات الكتابية التي تتناول الغناء اليمني على نحو موسع وشامل ودقيق. ومن هذه الإصدارات تيارات تجديد الغناء في اليمن، وحاضر الغناء في اليمن، والموشح اليمني، النشأة والخصوصية، والأخير هو بحث موسيقي جاد وأثرى موضوع الموشح اليمني بشكل كبير. مرحبا بك أستاذ جابر، وسعداء بك هذا المساء. والله أنا أسعد سعد جدا أن أنا معك. يعني أنت الطالب المثابر، الإنسان الجاد، صاحب القلم الرشيق. أنا سعيد يعني أن أكون معك في هذا اللقاء. شكرا جزيلا أستاذ جابر، ونحن سعداء على الدوام بك، قلما رشيقا وناقدا حصيفا ومطربا ملهما. أهلا بك أستاذ جابر، والبداية عادة تكون من البداية، فحدثنا عن مشوار الانطلاق، يعني ليتعرف المشاهد الكريم عن البواكير الأولى لتجربتك الغنائية وتفتقها ومراحل تفتقها الأولى. ربما كان من حسن حظي أن أخي الأكبر أحمد علي أحمد كان هاويا إلى درجة أن يكون فنانا. يعني وكان يعزف عدد من الآلات الموسيقية، منها العود. كان يعزف العود ويعزف السمسمية ويعزف الهارمونيكا يعني. فكان عنده شغف موسيقي. فأنا كنت في البيت أتابعه يعزف على العود، استهواني الموضوع يعني، وانتقلت من المتابعة إلى التطبيق يعني. فطبعا كان التطبيق، طبعا أنا كنت حينها طفل، هذا الكلام كان حينها قبل دخول المدرسة يعني. فلما شافني يعني حريص على أن أعزف، وكذا شعر أن أنا في عندي دافع قوي يعني. فعلمنا، كان أول موشح اللي هو أهلا بمن داس العذول وقبل. كانت هذه هي أول موشح أعزفه، واستمريت يعني أتدرب على هذا الموشح إلى أن أجدته نسبيا طبعا. ومن ثم عندما أصبحت تلميذا في المدرسة كنت أدندن، مستمر في الدندنة، واستمرت الهواية ملازماني إلى أن وصلت إلى الإعدادية يعني. فهنا تولاني الأستاذ حسن الجمالي الله يرحمه بالرعاية، كونه كان مدير المدرسة، وكان من المدرسين اللي عندهم حدس جيد للإحاطة يعني بميول
الحقيقة شجعني كثير، إلى درجة أني كنت تقريبا أهم عنصر في الحفلات المدرسية، من الحفلات العادية أو الرسمية يعني. هنا كانت مدرسة الثغر الإعدادية كانت هي التي تتولى الحفلات الرسمية، بما فيها احتفالات 26 سبتمبر. في الحقيقة كنا نحن نحييها، وأتذكر أنه في إحدى الحفلات كان حضر النعمان كمال أحمد محمد نعمان عندما كان رئيس الوزراء يعني. وحينها طبعا كان سعيدا بأن تحيي الحفل المدرسة يعني. ويومها طبعا كنت يعني طالب في الإعدادي يعني، لسه مش عارف كيف المستقبل يعني. بس هو يومها طرح على المدير أنه يعرض علي فكرة الذهاب إلى مصر لدراسة الموسيقى. فطبعا أنا يومها ما كنتش عندي الإدراك الكامل لأهمية مثل هذا الأمر يعني، مثل هذا الاختيار. فقلت أنا نشتي أخلص الدراسة وكذا فخلاص يعني. المهم أن يعني هذا موقف الحقيقة يحسب له. وتقريبا أقول هذا كان لأول مرة تقريبا. أي صح يعني من حظنا إذا النصف الكامل. إذا هذه البواكير الأولى لتفتق الموهبة. ماذا عن البيئة الفنية بشكل عام في الحديدة؟ كما يعرف كانت مدينة تحتوي الكثير من الأنشطة الفنية وكذا. هل كان لها أثر؟ وما الذي كنت تستمع إليه يعني بالتحديد، أو على وجه الخصوص يعني أبرز الفنانين الذين كنت تستمع إليهم؟ طبعا شوف، الحديدة هي مدينة ساحلية، والمدينة الساحلية مدينة رحبة. دائما المدن الساحلية مدن رحبة، فهي استقبلت كثير من الناس من مختلف البيئات الاجتماعية الداخلية والخارجية يعني. أيضا هنا أنا صادفت في حياتي وأنا يافع فنانين من الحديدة مثلا. أذكر منهم موسى بورقي يعني الله يرحمه، وعايش حقاري الله يرحمه أيضا، ومحمد العياني الله يرحمه، وأخي أحمد علي الله يرحمهم جميعا يعني. وإلى جانب الفنانين الذين كانوا يأتوا بالذات من عدن ولحج يعني، مثل هذا قبل الاحتفالات الرسمية. أنا أتكلم معك عن يأتوا ليجلسوا في مجالس القاعات الحديدية يعني، ويزاولوا هواياتهم يعني. أذكر من هؤلاء مثلا أحمد يوسف الزبيدي يعني جاء إلى الحديدة، كنت صغير، وكان من حسن حظي أن أنا حضرت إحدى الجلسات لأنها كانت قريبة من البيت. في واحد اسمه يسلم من لحج أيضا جاء، وإلى جانب أنه محمد عبد الله كان دائما يتردد الحقيقة يعني، مش في الاحتفالات الرسمية وإنما يتردد على كفنان، وكان يحظى بحب كثير، وإلى درجة أنه كان أحد تجار الحديدة يعني مخصص غرفة خاصة لمحمد عبد الله لما يجي. لكن هو كان دائما يفضل الأحياء الشعبية يعني، فجد يعني كان يعيش مع الناس بس حياة بسيطة، حياته بسيطة الله يرحمه، رغم أن تجربته الفنية غنية. بس هو يعني إنسان بسيط. كان يجي عند هذا التاجر يعني، أعتقد أنه علانة يعني، بس مش عارف اسمه الكامل. كان دائما يحب محمد سعد ويستضيفه عنده، فكان يجي عنده، لكن يقيم في حي الدهمية يعني، حيث يوجد الناس البسطاء. الحديدة كانت دائما مدينة محبة للفن، وأنا شخصيا كنت أحضر مع بعض يعني مثلا الصيادين، كنت أحضر معهم مع أخي يعني، نسمع مواويل يعني الخاصة بالصيادين. البيئة نفسها، البيئة. فبيئة الحديدة هي بيئة فنية الحقيقة يعني. وطبعا أنا تأثرت بمثل هذا الجو، وكنت دائما البحث
عن أماكن تعود للفنانين الذين يمارسون يعني هواياتهم، لأن هم كان كل الفنانين هو ما كانش في محترفين، رغم أن بعضهم يعني وصل لمرحلة من تصل درجة إجادته مرحلة الاحتراف، يعني بدليل أنهم كانوا يطربون من قبل أصحاب الأعراس ويحضرون بمقابل، لكن ما كانش العمل الرئيسي هو هذا. كانوا يشتغلون إلى جانب أنه يمارسوا الغنى والموسيقى. فإذا الحويجة كان فيها بيوتات وفيها مبارز خاصة بممارسة الفن. هذا تم حتى قيام ثورة سبتمبر. نعم. إذا جميل أستاذ جابر، بكذا يعني نكون قد عرفنا البيئة الفنية والزخم الموجود على المستوى الشعبي، وإذا انتقلنا إلى جزئية هي ذات صلة، يعني الثراء اللحني والموجود يعني في البيئة التهامية وأثره يعني على ألحانك الخاصة، مدى هذا التأثير يعني على ألحانك يعني الخاصة؟ هو شوف، أنا بالنسبة لألحان خاصة نحن كوننا يعني كان كل أندادي من الأطفال واليافعين المحبين للموسيقى، بصراحة يعني كنا نحن نتأثر بما يصل إلى الأسماع، وما كان يصل هو الأغاني المصرية من خلال السينما ومن خلال الإذاعات يعني، وما يصل أيضا من عدن، يعني من عدن كإذاعة عدن أقصد يعني. فإذاعة عدن كانت دائما تقدم ألحان جديدة لفنانين موجودين في عدن ولاحج وأبيان وحضرموت وهكذا يعني، فكنا نستمع لهم ونتأثر بهذا الشكل أو ذاك. وأنا كنت واحد من هؤلاء اليافعين أو الأطفال الذين يتلقون مثل هذا. ولهذا أنا أتذكر أن ألحاني الأولى كانت متأثرة كثير بمثل هذا المناخ، رغم أننا يعني كنت يعني تعلمت مثلا أول أغنية تعلمتها كما قلت لك سابقا هي موشح يمني، بحكم أن أخي الله يرحمه كان حافظ تقريبا كم كبير من التراث يعني ويغني تمام، إلى جانب أنه أيضا تأثر لكن بقى محافظ على التراث. هذا مؤثر. طبعا أنا كانت تأتيني من أصدقائي الطلبة ومن بعض المدرسين أشعار، وأنا كنت أحاول مع هذه الأشعار، وكانت بشكل عام زي ما قلت لك هي متأثرة بمثل هذا المناخ. يعني هذا في الحديدة. هناك بالماء ممكن واحد يشله أنه الأناشيد التي كانت يوكل إلي مدير المدرسة حينها يعني، وبالذات الأستاذ علي فاضل الله يرحمه لما أصبحت في الثانوية يعني. فالأناشيد طبعا بتبقى متأثرة جدا جدا بالأناشيد اللي كانت تصل من مصر يعني. فكانت كلها الأناشيد اللي كنا نغنيها في الطابور المدرسي من ألحاني يعني كانت كلها تعتمد على مرجعية غنائية يعني مصرية، على اعتبار أنها هي السائدة يعني. أو بعض الأناشيد التي قدمها علي الأنسي الله يرحمه وشنيدر أيضا، يعني كان في أناشيد قدمت. فستان خليفة أيضا كان له حضور قوي على صعيد الأناشيد الثورية والسبتمبرية تحديدا، ومحمد بن ناجي وأحمد القاسم، كل هذول كانوا حاضرين في الوجدان يعني. وبهذا الشكل يعني تكون الملامح الأولى اتضحت يعني. ملامح الأولى للتجربة اتضحت بالفعل. إذا نعود إليكم مشاهدينا الأعزاء مع ضيفنا الكريم الفنان والموسيقي القدير الأستاذ جابر علي أحمد.
مرحبا مجددا أستاذ مرحبا. جابر. سلام. كنا في الجزء الأول قد أطللنا على البواكير الأولى لتفتق الموهبة. أستاذ جابر، لمن كنت تسمع يعني من المطربين أو من تأثرت على وجه الخصوص يعني من مشايخ الغناء والمطربين الأوائل؟ شوف، فيما يتعلق بالتأثر زي ما قلت لك أنا، نحن هنا في الحديدة يعني تحديدا كنا متأثرين ما يسمى بالغناء التقليدي يعني، وعلى رأسهم، على رأس هذا الغناء يعني هو الموشح. هذا كنا متأثرين فيه بو. بس متأثرين فيه بو كيف أنه سمعناه كثير من الأسطوانات الشمعية ومن غناء بعض الحفظة في الحديدة. إلى جانب وهذا في مرحلة لاحقة يعني، وبالذات بعد ثورة سبتمبر بدأت الأغاني المصرية يعني تسجل حضور قوي من خلال الأفلام ومن خلال الاحتفالات التي يشترك فيها مصريون، فنانون مصريون كانوا يأتون إلى الحديدة يعني ويشاركوا في الاحتفالات الرسمية. طبعا هذه يعني مؤثرات يعني شكلت بداياتي في التلحين يعني مثلا أتذكر أن المرحوم الفقيد محمد الجفري كان مدير إذاعة الحديدة يعني. لحنت لي مجموعة من القصائد التي تتناسب مع سننا يعني. يعني مثلا كان في أغنية أتذكر مطلعها يا صديقي، اسمها يا صديقي، فتقول إيش؟ يا صديقي ليس ذنبي هي من هامت بحبي، هي من بدأت تغازل ورمت وردا بدربي، يا صديقي يا صديقي يا صديقي ليس ذنبي. يعني مثلا كانت هذه هذا من الألحان الأولى يعني. الأولى جدا، ونحن طلبة يعني في المدرسة. منها أيضا صاحبة الفستان الأخضر. جميل. صاحبة الفستان الأخضر عيناك مرايا لا تقهر، صاحبة الفستان الأخضر عيناك مرايا لا تقهر، شفتاك تداعب كلمات إلى آخره. الحقيقة ما كيف محمد العود يا أستاذ جابر؟ لما طلب يعني. صاحبة الفستان الأخضر عيناك مرايا لا تقهر، صاحبة الفستان الأخضر عيناك مرايا لا تقهر، شفتاك تداعب كلمات برحيق من سكر، صاحبة الفستان الأخضر. أو عرفت باختيارك يعني للنصوص الفصيحة والنصوص التي هي لشعراء كبار يعني أمثال عبد الله البردوني وعبد العزيز المقالح، محمود درويش. يعني غنيت الكثير من القصائد ذات المستوى العالي من الإجادة والمستوى العالي من اللغة والرقي. سر ميولك للقصيدة الفصيحة بشكل كبير؟ هو الحقيقة تعود جذور هذه المسألة إلى أيام الدراسة وبالذات الثانوية، عندما كانت الحديدة كالباقي أجزاء اليمن يعني تتمتع بزخم وطني هو امتداد للزخم الثوري ل 26 سبتمبر يعني. فكنا نحن كطلبة يعني تسيطر علينا أحلام وطموحات عريضة دفعتنا لأن نصبح ناشطين نقابيين وسياسيين
أتذكر أنه أنا كنت عضو تنفيذي في أول اتحاد لطلبة الحديدة، وهذا دليل على أني كنت أتمتع ب يعني حيوية من ناحية وبقبول. يعني مش أقول كلام يفهم منه أنه أنا أمدح نفسي يعني، بس طبعا واحد يعني ينجح في انتخابات النقابة يعني بالتأكيد بيكون يعني مؤثر بهذا الشكل أو ذاك. استمر مثل هذا الموقف معي، استمر ملازمني إلى أن ذهبت إلى سوريا لدراسة الفلسفة هناك في الجامعة. طبعا كنت أواصل مزاولة هوايتي الموسيقية، ولكن القراءات المتعددة الأغراض يعني بما فيها الأغراض الجمالية والفكرية بدأت تطرح علي يعني سؤال يعني لماذا لا تعكس في إنتاجك يعني أفكارك وميولك وهكذا. من هنا جاء اهتمامي بدواوين البردوني والمقالح ومحمد درويش وكمال ناصر وسلطان السريمي، يعني لأنه كل هؤلاء كانوا يكتبون شعرا ذا أغراض يعني وطنية ومستقبلية، يعني تحاول تبحث عن الجديد وتستنهض الناس للالتفاف حول هذه الأغراض والأهداف يعني. هنا بدأت يعني أركز على هذا الموضوع، وأتذكر أن من أوائل ما لحنت في هذا الصدد يعني أغنية أو قصيدة العين أم بلقيس، أيوة، وقصيدة بطاقة إليها بالضبط، وقصيدة نشوان للسلطان السريمي. طبعا نشوان غناها المرشدي لكن بلحن آخر غير اللحن اللي أنا كنت دائما أقدمه للطلبة وللتجمعات الطلابية في سوريا. فكان هذا هو المناخ، وأنا استجابتي لهذه المؤثرات. سنتوقف مع قصيدة نشوان بالذات يعني، سنتوقف معها أكثر. إنما قبل ذلك أحب أن أعرف ماذا كان رد فعل مثلا الشعراء الذين غنيت لهم، ولنقل على سبيل المثال الأستاذ البردوني. والحقيقة كيف كان انطباعه بالضبط؟ كان من حسن الحظ أن الأستاذ البردوني كان يأتي إلى دمشق ليطبع دواوينه. فأول ما أجا طبعا أنا كنت من الطلبة بحكم أننا لحنت له، كنت شغوف جدا بمقابلته وعرض ما لحنت يعني. وطبعا حصل أن زرته إلى مكانه وكلمتها يعني أنه أنا من المعجبين بشعرك، أنا لحنت لك كده قصيدة يعني. فهو طبعا كان مستغرب في البداية أنه كيف طالب يلحن قصائد اللي ما لحنهاش حد يعني. تفاجأ يعني. تفاجأت جدا أنا. فأنا سمعته إلا أنا وبلادي، وكانت هي من أوائل ما لحنت أيضا. هو لحن رائع حقيقة. واستمتع هو بها وشجعني، قال له والله عنك يعني ملحن مجيد وفنان يعني ما شاء الله وكذا. فهذا شجعني أكثر. هذا بالنسبة للأستاذ الفقيد الله يرحمه كلهم عبد الله البردوني. وبالنسبة للدكتور عبد العزيز المقالح أيضا أنا كنت لحنت له مجموعة، وكنت حريص جدا أن يستمع مشان أعرف رأيه، شأن الآخرين الحقيقة. فكان في طالب يمني جاي من العراق أعتقد ورايح القاهرة، فأنا قلت له يلا فرصة أنا بسجل لك في كاسيت قصيدة للأستاذ المقالح، كان حين أنا مش دكتور يعني، كان في القاهرة يدرس. فقلت له يعني أنا
بس أقول لك لما تعرضها عليهم يا ريت لما ترجع تقول لي انطباعاتهم. قال لي تمام. فذهب إلى القاهرة وسلمها الكاسيت، وكان طبعا استمع للقصيدة ودون انطباعاته في رسالة طويلة تقريبا منها 8 صفحات يعني. الدكتور المقالة الله يرحمه، وفيها من التشجيع ما فيها يعني. وطبعا هذا أيضا شجعني على أن أواصل المسير في هذا الطريق. وبالنسبة للأستاذ السليمي، الدكتور السليمي أيضا أنا قابلته في الحديدة مرة وأنا جاي من سوريا في إجازة يعني، ولقيته مدري إيش كان، لقيته في العمل. أنا ناسي إيش كان يشتغل الحقيقة، ما كانش هذا هو المهم بالنسبة لي. كان المهم أن ألتقي وأقول له أن أنا لحنت لك بعض القصائد ومنها نشوان. كان يومها نشوان هي كذا الأبرز يعني. فارتاح طبعا، لكن ما سمعته في يومها يعني، لأن كنت جيت له العمل بس وكلمته. أنا قال لي تمام كذا. تقريبا متى كان تلحينك لأغنية نشوان؟ أنا لحنت نشوان يا سيدي تقريبا في 73 تقريبا كذا، يعني في حياة مبكرة جدا. وأنا طالب في سوريا يعني يومها كنت. وكان طلبة اليمنيين بصراحة يعني مستجيبين لها يعني. لأن تلامس الشعور العام في كلماتها يعني الأغنية، تلامس الواقع السياسي. أكيدا، وفيها من التحفيز ما فيها يعني. والتثوير فكر بباكر ولا تبكي على ما كان. أيوة. وكانت تحكي أيضا عن سوء الأوضاع، وهذا الشيء كان حينها شيء يستقبل استقبال حسن من قبل المستمعين. يعني المستمع طبعا ما يستمع إلى عمل موسيقي مثلا أو غنائي يعكس ما بداخله من شجون ومن آلام ومن طموحات أيضا يعني، فأكيد يعني يتجاوب. وأنا حتى لما لحنت نشوان كان عندي نفس الإحساس أن هذا العمل يعني يلبي يعني احتياجات الناس الوجدانية يعني بهذا الشكل. هو كان في 73 أعتقد المرشدي غناها فيما بعد. في 79. هل استمع يعني المرشدي أكيد؟ أيوة، أنا كنت في زيارة لعدن واستضافني في بيته، وأنا كنت غنيتها. طبعا ما كانش داري أن غنيتها. هذا الكلام كان لما زرته كان في أواخر 77. فأنا كنت غنيت أمامه يعني مجموعة من في بيته، مجموعة من الأغاني بما فيها نشوان. أنا أعتقد أنه بالنسبة للمرشدي الله يرحمه ما كانش يفكر أنه يغنيها بعد ما سمعها مني يعني. لكن طبعا جت أحداث سياسية كبيرة فاستدعت أنه يلحنها يعني، فلحنها بالطريقة المعروفة يعني. بلحنه المعروف. ونحن نريد والمشاهدين الأعزاء أن نستمع ولو لمقاطع من أغنية نشوان بلحنك الذي حرمنا من سماعه ربما لعدم توفر المادة الصوتية. أيوة. فنتمنى أن تسمعنا ولو جزءا من هذه الرائعة الغنائية. نشوان يا نشوان، نشوان يا نشوان، نشوان يا نشوان، نشوان يا نشوان. في سوقنا ما أرخص الإنسان، في سوقنا ما أرخص الإنسان. سوق المذلة وسوق الزور والبهتان.
مطلي على اللسان كل الحلا والدلا، مطلي على اللسان وفي الدواخل يسيل الغدر كالوديان، وفي الدواخل يسيل الغدر كالوديان. يا سلام يا سلام يا أستاذ بدر، سلمت. سلام. الأغنية تتكون من 3 مقاطع، يعني أنا كنت اخترتها من قصيدة تشوان الطويلة جدا، يعني هي كانت قصيدة طويلة جدا، فأنا اخترت ما يتناسب يعني مع رؤيتي بشكل عام، نعم. يعني الفنية والموضوعية. نعم نعم. إذا انتقلنا إلى دراستك للفلسفة في سوريا وأثر يعني علاقة عن الفن والفلسفة والعلاقة الوشية بينهما، أثرهما في تجربتك يعني كفنان، وما الآفاق الجديدة التي فتحت أمامك من خلال دراستك للفلسفة في سوريا؟ الحقيقة يعني أنا كنت سعيد بدراسة الفلسفة، يعني ربما لأن لها علاقة بالموسيقى. أنا حينها عندما التحقت بقسم الفلسفة، هو كان اسمه قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية يعني، وكانت كان النصيب الأكبر في القسم هذا هو الفلسفة. شفت كيف؟ فأنا كنت سعيد بهذا المبحث يعني، وكان فرصة بالنسبة لي لأن أقرأ كثير عن الفلسفة، ومع وجودي في هذا القسم ازداد شغفي بقراءة ما يتعلق بعلم الجمال، بالذات عن علم الجمال. والحقيقة كان في فرصة كبيرة أن يتعمق فهمي لعلم الجمال أيضا من موقف مدرسين كان لهم رأي فلسفي وسياسي يقترب من ميولي والرؤية، يعني الرؤية التي كانت تتبلور بدأت في ذهني أكثر. يعني في الحقيقة دراسة الفلسفة فتحت أمامي آفاق معرفية يعني وجمالية، أدركت أهميتها بعد ما التحقت بالمعهد العالي للموسيقى العربية، فكانت القضايا الجمالية التي كنت أدرسها في جامعة دمشق واللي اطلعت عليها في جامعة دمشق يعني مكنتني أكثر من استبرغور بعض المسائل الموسيقية وبعض المشكلات أيضا الموسيقية، وبدأت تتبلور في ذهني بالفعل يعني أن الموسيقى فن يحتاج بالفعل إلى رؤية وإلى من يعمل عقله في مشاكل الموسيقى وقضاياها من وجهة نظر علم الجمال بالذات. يعني أنا أعتبر أن النشاط الموسيقي هو نشاط فني، وعلم الجمال يعنى بمثل هذا النشاط يعني. إذن حقيقة التفاصيل كثيرة وواسعة ومتداخلة جدا، وأمامنا وقت يعني ليس بالطويل، ونعرف يعني أثر دراستك للفلسفة من خلال مطالعتنا لكثير من مقالاتك وإصداراتك وتناولك يعني لهذه القضايا الفنية. إنما سنتوقف الآن مع دراستك للموسيقى في المعهد العالي للموسيقى، وأعتقد منذ نهاية السبعينيات، أليس كذلك؟ أنا وصلت القاهرة في 78 وبدأت الدراسة في 79، لأن أنا لما جيت القاهرة كان العام الدراسي قد بدأ، مضت سنة يعني. قيل لي بأنه تنتظر للسنة القادمة، وأنا الحقيقة ما فوتش، فجاءتني فكرة أن أدرس أن أبدأ في دراسة الموسيقى
عن طريق مدرس خاص يعني. وزملائي البحرينيين الطلبة ما قصروش معي يعني. أنا كنت حين أبدو من الحوالجي، فكان الطلبة البحرينيين هم من يعني غطوا نفقات حياتي وكذا. ومنها أنهم كانوا يتحملوا نفقات المدرس يعني نفسه. فدرست عندنا تقريبا 4 شهور أو 5 شهور في هذا الحدود. وفي هذه الفترات ما كانت من الوقوف على بعض التفاصيل الموسيقية اللي نفعتني كثير في امتحان القدرة يعني. أنا تعرف أنت المعاهد الفنية عموما تهتم كثير بامتحان القدرة، السماع، الإيقاع، هذه طبعا يعني يعمل لك امتحانات قدرة لها علاقة بالنغم، طريقة استجابة الكلو، وطريقة أو قدرتك على أداء ما تسمع يعني بهذا الشكل. يعني سواء تنظيم أو إيقاع، يعني أشكال إيقاعية يعني تقال وأن تكررها يعني مش يشوفوا إلى أي حد أنت عندك درجة يعني ما هي درجة الموهبة عندك. فالتحقت بالمعهد على بعد الامتحان القدرات. وطبعا كان في بعض الصعوبات في البداية يعني من هذه الصعوبات أن آلة البيانو، لأنه أنا ما يعني أنا كنت أعزف عود ما أعزفش بيانو يعني. لكن وكان لازم أجيب بيانو معي في البيت أساسية يعني. بالضبط، أذاكر كثير يعني. وعلى الأقل يعني يتوازى موقف من الأهل مع الآخرين يعني. فالآخرين كان عندهم معلومات أفضل مسبقا يعني. مسبقا طبعا، أنهم درسوا في الثانوية الموسيقية، درسوا البيانو. أنا جيت معي ثانوية عامة، فدرست التمهيدي. ففي التمهيدي أيضا ما كانش في دراسة بيانو. وهذا عقد علي المسألة لما انتقلت إلى ما يسمى بالبكالوريوس يعني. وإنما الحقيقة برضو البحرينيين ما قصروا، جابوا لي بيانو وكنت أذاكر كثير. أنا طبعا كنت ساكن مع طلبة في جامعة القاهرة. في جامعي يعني؟ لا يعني في شقة يعني. هم يعني مقصدي أنهم ما لهمش علاقة بالموسيقى يعني. بس تحملوني لأن البيانو كان مزعج لهم، بس تحملوني. يعني فأنا أشكرهم الحقيقة يعني. الطلبة البحرينيين ما قصروا الحقيقة معي. ومع المذاكرة المضاعفة للبيانو تمكنت من ايش؟ يعني على الأقل ألحق بهذا الشكل أو ذاك المستوى العام يعني. وماذا عن المواد النظرية يعني وما الذي أضافته يعني إليك، وكيف كان اهتمامك يعني بالجانب النظري والجانب العملي أيضا؟ أولا أنا كنت سعيد جدا بدراسة الموسيقى، لأن كانت هذه رغبة تراودني من وأنا طالب في الثانوية يعني. وما كنتش قادر أنفذها في الجامعة لسبب بسيط يعني، أنه في سوريا أنا حاولت أبحث عن معهد موسيقي ما لقيتش حينها. بعدين بعد فترة أسست يعني أسس تقريبا كلية، لا كلية يعني، أو ربما معهد وطني للموسيقى، وأصبحت الموسيقى يعني مؤسسة تربوية فيما بعد يعني. لكن لما كنت أنا موجود ما كانش فيه. وحاولت أنا أبحث عن معهد خاص، برضو ما لقيتش مع الأسف. فبقيت أزاول الموسيقى كهواية. وعندما وجدت نفسي في المعهد العالي للموسيقى العربية كان هذا مبعث سعادة يعني كبيرة لي. ولاقت صعوبات طبعا. الموسيقى الحقيقة هي صعبة دراسيا، دراستها يعني دراستها صعبة شوية، لأن فيها علوم تحتاج إلى تركيز وتحتاج إلى جهد، تحتاج إلى جهد. فالجهد طبعا أنا وفرته يعني وكذا. وكانت الصعوبات النظرية، فأنا برضو هنا استفدت برضو من وجود كثير من البحرينيين كان في المعاهد الموسيقية في القاهرة، وكنت أستعين بهم سابقين يعني. سابقين طبعا طلاب سابقين. فكنت أستعين أي عقدة تأتيني أو تقابلني مثلا أستعين فيها بالعودة إلى أحد الطلبة المتقدمين يعني في الدراسة، وما قصرش برضو في هذا المجال. جميل. ونحن نوجه التحية لمن بقي منهم على قيد الحياة. لا شك يعني. والله ما زالوا. يعني أنا الحقيقة حديثي عن الطلبة البحرينيين حديث ذو شجون يعني الحقيقة يعني. ربما أنا أدين للطلبة البحرينيين في دراسة الموسيقى،
لأنه لولاهم ما درست الموسيقى. لأنهم حلوا مشاكلي كلها يعني الحمد لله. فالمهم أنه عندما وجدت نفسي في المعهد يعني أنا بذلت جهود كبيرة جدا في استيعاب يعني كل المواد الدراسية يعني، أو سواء منها العملية أو النظرية يعني. وكنت أتذكر أن في التمهيدي كان في واحد بحريني أجى الأول وأنا جيت الثاني على طول بعدها، يعني مع أنه كنا موجودين تقريبا في حدود 35 طالب وطالبة في التمهيدي. أيوة في التمهيدي. بعدين عندما انتقلنا إلى البكالوريوس، يعني سنة أولى بكالوريوس، كان مستوى أعلى لا شك. طبعا يعني أنا شخصيا من خلال الوجود اللي كنت أبذله أجيت الأول يعني باقي السنوات كلها كنت أجي الأول يعني. مرحلة البكالوريوس. في مرحلة البكالوريوس يعني 4 سنوات بكالوريوس، فالحمد لله ونجحت بتقدير يعني جيت الأول في المجموعة، وكان تقدير امتياز طبعا كلها، يعني كل سنوات دراستي امتياز. جميل. وهذا التميز انعكس كثيرا سواء على ألحانك أو على كتاباتك، الحمد يعني يلاحظ ذلك. إنما عقب عودتك إلى اليمن يعني أبرز الأنشطة الفنية التي انخرطت فيها يعني عقب عودتك خريج يعني. أوكي. هو الحقيقة قبل هذا أنا كنت أنشط مع البحرينيين، الفنانين البحرينيين الطلبة وغير الطلبة. سر النشاط مع الطلبة البحرينيين لأنه كان في فنانين وفي عازفين فكنا ننشط موسيقيا مع بعض يعني. فالفنانة هدى عبد الله مثلا يعني كانت دائما تردد ألحاني، فأنا كنت دائما معها يعني. ولحنت لها مجموعة من القصائد، وإنما اللي اشتهرت كثير يعني قصيدة لا تنامي حبيبتي للشاعر محمد درويش الله يرحمه يعني. وحتى الآن هذه القصيدة تجد صدى وجاذبية يعني خاصة سواء من المستمعين أو من الفنانين. جميل. يعني كثير من الفنانين البحرينيين يقولون لهدى أنه أحسن لحن غنيته هو لا تنامي حبيبتي. وكانت الاحتفالات الطلابية البحرينية يعني تقريبا مجال لتقديم تجربة موسيقية خاصة بالتعاون بيني وبين هدى عبد الله وموسيقيين آخرين كانوا يدرسوا في كونسرفتوار وفي المعهد العالي للموسيقى العربية. طبعا التجربة هذه الحقيقة كان لها أثر كبير في تكويني يعني الموسيقي. فصار عندي قدرة على أن مش بس ألحن، يعني ألحن وأوزع أيضا يعني توزيع موسيقى من خلال معرفتي المعقولة لعلم الهارموني وللبوليفوني، ومن خلال أيضا ترددي على العروض الموسيقية اللي كانت تعرض في مصر طبعا. فكان هذا هنا يحضرنا سؤال: هل لك يعني أعمال موسيقية بحتة يعني بمعنى مقطوعات أو مؤلفات؟ فيما بعد أنا لحنت مقطوعات بالفعل فيما بعد، وعندما أصبحت في الحديدة يعني قائد الفرقة الموسيقية، فأنا كنت دائما في كل حفل أقدم مقطوعات بدون غناء يعني. مقطوعات بدون غناء أيوة. فهذا كان أنا رسختها كتقليد في الحديدة يعني. بس مع الأسف يعني لا تأتي الرياح دائما بما لا تشتهي السفن يعني، فتحصل يعني متعرقات وشيء من هذا القبيل. ما استمرت التجربة، لكن لحنت يعني آخر عمل موسيقي بحت قدمته كان تقريبا في 2012 ربما، عندما تم الاحتفال بعيد الوحدة، بعيد الثورة اللي كانت يعني 11 فبراير. لا 22 مايو قبل عيد الوحدة يعني. عيد الوحدة يعني. بعد 11 طبعا في 11 أنا قدمت مجموعة من الأعمال في الساحة، لكن بعدها بعد تشكيل الحكومة اللي انبثقت من الحوار الوفاق اللي كانت تسمى حكومة الوفاق يعني، فكان عبد الله عوبر هو الوزير الثقافة الدكتور عبد الله عوبر،
كان من الأشياء اللي اهتممنا بها أو اهتمت أنا بها شخصيا يعني، هو أن أقدم عمل موسيقي يعني يلخص ما حدث. وبالفعل يعني رغم أنه لم تكن الأمور محسومة بالمطلق يعني للأفكار التي لازمت أحداث 11 فبراير، لكنني حاولت أن يكون وجدت مقاومة الحقيقة من داخل الوزارة. تقديم العمل يعني. لا مش تقديم العمل، وإنما لتصحيح العمل بين قوسين يعني. تعديل عليه. تعديل عليه. هو قالوا لي عدل هنا، خاصة في المناطق اللي أنا كنت ما أريدها تتعدل يعني. رغم أن العمل يعني موسيقى بحتة. موسيقى بحتة. أعتقد ليس من استطاعت أي شخص يعدل فيه يعني. بالضبط، لكن تعرف هناك في أغراض أحيانا يعني بعضها شخصية وبعضها يعني سياسية وبعضها من مراكز القوى داخل الوزارة يعني نفسها يعني. فيقول لك هذا ظاهر اشتهى يعني، هذا يريد أن يرسي مبادئ جديدة وقواعد جديدة في التعامل مع الموسيقى. عرف أن الموسيقى المناسباتية هي موسيقى يعني تعكس الحدث بما هو. نعم. شفت كيف؟ أنا حاولت حينها أن أقدم عمل بس يعني عمل موسيقي وإنما رمزيته واضحة. وهنا كان سر ويا ترى ما هي هذه الرمزية يعني إذا جاز لنا أن نسأل يعني رمزية الشعارات التي كانت تردد يعني سياسية يعني. سياسية طبعا. فكان في شعارات يعني يبدو أنه الاعتبارات هي كانت سياسية بالضبط في المقام الأول. أيوة لكن مش من يعني من داخل الوزارة. من المنتفعين داخل الوزارة. يعني مش مثلا مش من يعني حزب معين أو من يعني جهة معينة أو شخص معين مثلا. لا، وإنما من داخل الوزارة يعني مش ذلك الأسماء طبعا لأنه يعني يلا يعني مع الأسف. إنما أنا حاولت قدر جهدي أن أحتوي الملاحظات يعني وضعت ملاحظاتهم بعين الاعتبار، لكن تعاملت معها بمرونة بحيث أنها لا تؤذي العمل الموسيقي. فهذا كان عمل موسيقي بحت، وكان عمل والله ناجح وجميل يعني رغم هذه المشاكسات يعني. بس عمل لاقى نجاح معقول يعني. وأنا أحب العمل يعني أن يكون في أعمال موسيقية بحتة يعني. نعم. برأيك لماذا يفتقر المشهد الموسيقي في اليمن إلى عمل مثل هذه الأشكال؟ هذه مشكلة يعني. هذه مشكلة يعني لها علاقة بالتخلف العام يعني بالتخلف الثقافي الموسيقي تحديدا يعني. لأنه الناس ما تعودوش أن يسمعون موسيقى بحتة أساسا يعني. فدائما مع أنه في التراث الثقافي الموسيقي اليمني يوجد ما يسمى بالفرتاش، وهو عمل موسيقي بحت يعني دائما يقدم تمهيدا يعني ليمهد للفقرة الغنائية اللي بيقدمها هذا. لكن الناس ما تعودوش للاستماع إلى عمل موسيقي لوحده. الفنانين يعني والبيئة الفنانين والبيئة يعني والمتلقين أيضا يعني ما كانوش يقترن بالكلمة أكثر يعني. يقترن بالكلمة والموسيقى. إذن وبالنسبة يعني لنشاطك في الحديدة والاشتغال في تأسيس الفرقة الموسيقية هناك، حدثنا عن تلك الفرقة وأبرز الألحان التي قدمتها. يعني الفرقة الموسيقية في الحديدة الحقيقة هي تجربة رائدة يعني. مش لأن أنا كنت يعني الفنان رقم واحد في التأسيس، مش رقم واحد في الظهور، لا، وإنما في التأسيس. لأنه كان الفقيد عبد الرحمن محمد علي عثمان كان محافظا للحديدة، وبمجرد ما وصل للحديدة يعني كلفني مباشرة من المحافظة بتأسيس فرقة للحديدة. كان في عازفين في الحديدة متناثرين هنا وهنا، فأنا جمعتهم واعتمدت عليهم كأساس لفرقة موسيقية في الحديدة. ثم تكاثرت الفرقة يعني عدد أعضاء الفرقة بدل ما كانوا مثلا 7 يعني أصبحوا فيما بعد يعني أكثر من 25.
السلام. فهذا كان بدعم مباشر من محافظة الحديدة يعني، التي كان يقودها يومها عبد الرحمن محمد علي عثمان. أنت تعرف تأسيس فرقة معناها نفقات. نعم طلب يعني كثير نفقات، منها ما يتعلق بالنفقات المباشرة يعني، وفي نفقات غير واحتياجات مباشرة، واحتياجات طبعا، احتياجات سكن، أكل، شو يعني أشياء كثيرة يعني. الحقيقة المحافظ عبد الرحمن محمد العثمان ما قصرش، وأنا عملت جهدي يعني في تأسيس الفرقة، ومش بس من حيث العدد، حتى من حيث المنتج يعني. المنتج والعلم الموسيقي. يعني أنا كنت أعطي لهم دورات خاصة في يعني قراءة النوتة أو في كل شيء، في عزف مقطوعات موسيقية من النوع الدراسي اللي درسناها نحن يعني تعطي تكنيك تكنيك في تكنيك الأداء. الفنان عبد الباسط العبسي كان يجي معنا لأنه كان حينها في الحديدة يعني، وكان برضه واحد من الناس اللي كان يجي يعزف معنا يعني سماعيات ولونجات وهذه الحاجات هذه. أيضا دربت الفرقة على بداية أنه كيف يتعاملوا مع الموسيقى كلغة يعني، النوت قراءتها مثلا كتابتها. بدأنا، لكن طبعا زي ما قلت لك مش دائما تأتي الرياح بما لم يستمر يعني. لم تستمر التجربة، لأنه كان المعوقات كثيرة يعني، المعوقات كثيرة، منها معوقات إدارية، وإداريا تأخذ الإدارية هذه افتحها يعني، ومنها أسباب شخصية أيضا أحيانا، وهكذا. إنما أبرز الأعمال التي قدمتها؟ طبعا أنا لما عند أول حفل كنت أنا مسؤول عن تقديمها، كان في 85 بمناسبة ثورة سبتمبر، عيد الثورة يعني. فكنت يومها في ذهني أن أدخل في حوار مع المكونات الموسيقية في الحديدة يعني. فوجدت أن المكونات الموسيقية في الحديدة يعني وربما المكون الأساسي في الحديدة هو الأغاني الصوفية. شفت كيف؟ هذا مكون مهم جدا في النشاط الثقافي الموسيقي في الحديدة. فأنا اعتمدت عليه وبدأت أبحث عن المفردات اللي يمكن أن تنجح مثل هذا المسعى. فكان مجموعة من الشباب يعني المسامعة في الحديدة، ربما أبرزهم محمد الحلبي. فهذولا كنت دربتهم يعني لأنه هذول يغنوا بدون موسيقى، فكنت دربتهم أن يغنوا مع الموسيقى. وكان هذا يستدعي إجراء بروفات مكثفة جدا جدا يعني، حتى هذول يعني الشباب يقدروا يتوائموا مع الموسيقى. فهذا المكون كان مهم إلى جانب الأناشيد طبعا، عنصر مهم في احتفالات سبتمبر، وإلى جانب أيضا الرقص الشعبي في الحديدة. يعني كان هناك فرقة أيضا رقص يعني تستدعى من المحافظة، يا إما من جنوب المحافظة أو من شمال المحافظة. فأنا أذكر أن أول رقصة قدمناها على خشبة المسرح من ضمن الفقرات هذا كان رقصة الفرساني في في شمال الحديدة يعني. ويومها لاقت يعني تجاوب جيد الحقيقة، تجاوب طيب. ومن الأشياء اللافتة أيضا أنه رسخنا مبدأ التواشج الموسيقي اليمني الخليجي عموما يعني. فكنا نظمنا رقصة كانت قدمتها مدرسة الفتح في الحديدة مع طلبة وطالبات ابتدائية يعني. الحقيقة كان لها يعني صدى جيد جدا جدا، لأن نحن غنيناها على أغنية لخالد الشيخ اللي هي شويخ من أرض مكناس يعني. أيوة. والفقرة هذه كانت معدة من قبل في المدرسة يعني، وقدمناه ولاقت والله صدى كويس يعني. فهذا هو الشكل العام كان للحفل. وكان يومها أعتبر
حفل الحديدة هو أحسن حفل على مستوى على مستوى المحافظات كلها يعني. وأتذكر أن الفنان الكبير محمد مرشد ناجي الله يرحمه إعجابها الشديد جدا بالفرقة ومخرجاتها الفنية يعني. لأنها كانت مخرجات يعني مهتمة بالتراث الصوفي من ناحية، وبعدين العناصر الأخرى يعني. لكن الطابع العمل الحفل كان جاد، ما في مش إسفاف يعني. من هنا كان اليمنيون عموما يعني سعداء بما قدمتها فرقة الحديدة. ومن حسن حظنا يومها أن لاقينا مكافآت كويسة يعني سواء أنا كقائد الفرقة مثلا أو كل المشاركين يعني. هذا جميل يعني. هذا ما قامت فيه فرقة الحديدة يعني في 85. أيوة في 85. وتلك الفترة وما قبلها أيضا كان هناك أكيد فرق موسيقية كثيرة يعني في عدن، في لحق، في حضرموت، في صنعاء، شمالا وجنوبا يعني. لما نتابع التسجيلات القديمة نجد عشرات العازفين والفرق الموسيقية. ما هو أثرها على التراث يعني، على التراث الغنائي عندنا في الحديدة مثلا؟ في الحديدة وفي مختلف المحافظات بكونك يعني محافظة لها تجربة. نعم. إنما بشكل عام يعني الفرق وعزفها للألحان التراثية والموشحات اليمنية أثرها يعني بالتحديد. هو شوف كل الفرق تقريبا أو كل الفرق في اليمن اهتمت بالتراث وإنما من زوايا مختلفة يعني. يعني مثلا عندك في عدن مثلا اهتموا ببعض الأعمال التراثية التي كانت سائدة في فترة يعني من بدايات القرن العشرين مثلا. بعضها موشحات يمنية قديمة، ومنها أيضا موشحات حديثة يعني كموشحات القومندان مثلا. فرقة عدن لها طبعا تجربة خاصة مع الأغاني التراثية والموشحات. وإنما فرقة صنعاء طبعا كان لها أيضا حضور كويس من الناحية هذه، من حيث يعني التركيز على بعض الأعمال التراثية وتقديمها في مناسبات مختلفة يعني. وهذا شيء طيب الحقيقة يعني. إنما نحن طبعا هنا في الحديدة مثلا اعتمدنا على الغناء الصوفي ولأنه مغيب كان مغيب كثير. فأنا لما قدمته في إطاره المعروف يعني لاقى صدى جيد يعني، على اعتبار أن الناس ما كانوش عارفين يعني حتى في من أبناء الحديدة مثلا رغم أنهم كانوا على علاقة بالمسامعة والفن السماع عموما يعني، بس ما كانوش يتخيلوا أن مثلا ممكن عمل زي نهج البردة مثلا أن يوثق بهذا الشكل مثلا، أو انظر إلينا للشيخ جابر الرزق يعني، أو فرق الهم أو فرق الهم يعني. كثير من الأعمال اللي قدمناها ببعض اللمسات يعني الحداثية إذا صح التعبير يعني. كان فرقة الحديدة الفضل يعني في تقديم غبار عن الغناء الصوفي. العصافير في عروق جياع والدوالي والقمط في كل وادي. العصافير في عروق جياع والدوالي والقمط في
عقولي ما في سواها، ولكن باعت الأرض، باعت الأرض، باعت الأرض في شراء السماد. نعود إليكم مشاهدينا الأعزاء مع الناقد والفنان القدير الأستاذ جابر علي أحمد. وهذه المرة أستاذ جابر سنتوقف عند الموشح اليمني. وكنا قد طالعنا لك في مجلة المجمع العربي للموسيقى بحثا تحت عنوان الموشح اليمني، النشأة والخصوصية. لا يزال الكثير لا يستوعب يعني معنى موشح يعني ويربطه عادة بالأشياء الدينية. حدثنا عن التسمية يعني كموشح يمني وخصوصية هذا الموشح. هو في الحقيقة يعني القالب التقليدي الرئيسي لليمن في اليمن يعني هو الموشح اليمني الذي ظهر في القرن الثالث عشر الميلادي في زبيد وما جاورها من قرى في جنوب زبيد أو مدن يعني في جنوب زبيد. ونستنتج من كده أن الموشح ضارب في جذور التاريخ الثقافي اليمني، واستمر هذا القالب مستحوذ على كثير من الاهتمام ومن النمو الذاتي يعني من خلال جهود طائفة طويلة من الوشاحين اليمنيين. ولا ننسى أبدا أن نذكر بأنه بداية القرن العشرين شهد نشاط طيب جدا لكثير من الفنانين، من الحفظة الفنانين اليمنيين الحافظين يعني الذين سجلوا في اسطوانات ابتداء من العام تقريبا 39 أو 37 أو قبل هذا بقليل. هذا النشاط حفظ كثير من الألحان التراثية من خلال الماس، الجراش، القاطبي، العنتري، المسلمي إلى آخره، القائمة تطول. وإلى جانب هذا تجد أن الموشح أيضا كان عنوان هام من عناوين الوحدة الثقافية اليمنية، على اعتبار أن الموشح كان يغنى من قبل كل الفنانين اليمنيين الهواة والمحترفين يعني. هذا تجده في كل زاوية من زوايا اليمن. إنما ابتداء من بداية القرن العشرين بدأت تظهر يعني ايش اقول لك يعني بوادر عدم فهم لطبيعة الموشح فيما يتعلق بتسميته فيما يتعلق بالتسمية من ناحية، وفيما يتعلق بالتصورات الذهنية التي لم تستوعب يعني مثلا عندما ظهرت الاسطوانات هذه كان يكتب عليها من الغناء الصنعاني مثلا يعني. فالناس انتشر عندهم مسمى يعني شاع انه هذا غناء مثلا صنعاني. طبعا هذا اثر على ماذا؟ اثر على فهم الموشح كصيغه فنيه يعني قالبها. نعم. لازم ان يبقى اسمها يعني، على اعتبار انها نتيجه جهد يعني مئات السنين، والناس كلهم كانوا يسموه موشح، بدليل انه الدواوين اللي ظهرت كلها يعني لكل الشعراء يعني كانت بعيدة عن التسمية المناطقية هذه يعني مثلا موشحات ومبيتات مثلا مبيتات وموشحات وادي الدور مثلا في زهرة البستان في مخترع الغريب من الألحان وإلى آخره. زمان الصبا كل العناوين الموشحات لا تشير إلى أن هذا هو صنعاني،
إلا عندما ظهرت الأسطوانات، وقبل كذا عندما بدأت جهود القومندان يعني في تقديم تجربة جديدة، يعني مستمدة من البيئة الثقافية الشعبية في لحج يعني. في له كان بعض الأبيات وبعض القصائد الشعرية التي تشير إلى أنه هو يأسس لغناء لحجي يعني. فكان لأنه يأسس لغناء لحجي مثلا، فكان لابد وأن يتناول يعني بالاستعراض لأشكال أخرى موجودة. فكان هو أيضا يسمي هذه الموشحات بأنها هذه أغاني صنعانية يعني. مع أنها هي تجربته موشحاته يعني. المصدر المفيد في غناء اللحج الجديد ديوانه يعني، اللي ما تقدر تقرأه تجده كله موشحات، وإنما بطريقته الخاصة يعني. لكن هو كان قارئ أو مستوعب للديوان الموشح اليمني استيعاب جيد يعني. وكان أيضا مستوعب للديوان الموشح العربي يعني، بدليل أن بعض المفردات يعني اللي كانت تستخدمها فيها بعض من هنا من الموشح اليمني ومن الموشح العربي العام يعني، من الموشح بشكل العربي والإندونيسي يعني. فعلى كل حال أعتقد أنا يعني أنه انتشار مسمى الغناء الصنعاني هو امتداد للحالة الفكرية الموسيقية المتدنية أو الغائبة عن المشهد الغنائي الذي كان نشط. يعني مثلا ابتداء من النصف الأول من القرن العشرين كان هناك في نشاط موسيقي، لكن النشاط الموسيقي هذا لم يتوازى معه مثلا نشاط فكري موسيقي يعني. فخضع الموضوع هذا لاجتهادات الصحفيين والسياسيين. شفت كيف القصة؟ فكان لأسباب طبعا، لهذا السبب ولأسباب أخرى لها علاقة بالنزاعات المناطقية التي كانت سائدة خاصة في عدن، لأن كان في عندك 22 سلطنة أو شيخة، وكل سلطان أو شيخ يكون يتميز فنيا يعني. فكان هذا برضو سبب مهم لانتشار المسميات المناطقية. فطبعا أنا أعتقد أن من مصلحة الحياة الموسيقية اليمنية يعني أن يكون هناك في نشاط فكري موسيقي مرتكز على أسس علمية يعني ومنهجية، لكي يعني يكون في أدب موسيقي ابتداء من المسميات يمني، ابتداء من المصطلحات. أستاذ قادر، قد يتساءل المشاهد أو المستمع ويقول أليس من حقنا أن نقول هذا غناء صنعانيا وهذا غناء لحجيا وهذا غناء؟ إلا من حقنا، بس في مجال إيش؟ في مجال الأغاني الشعبية. ما في مجال الأغاني الشعبية يعني يمكن، مش بس يمكن بل ويجب يعني أن نسمي وننسب إلى المنطقة، أن نسمي وننسبها إلى المنطقة، بل وفي المنطقة الواحدة توجد أشكال غنائية شعبية كثير يعني. شفت كيف؟ فلا هذا وارد، لكن نحن برضو من أسباب المشكلة يعني أن هناك يعني ما قدرناش علميا نحدد الحدود أو نضع الحدود ما بين الغناء الشعبي والغناء التقليدي مثلا، والتحديثات أيضا. يعني بقى الأمر ملتبس بين الغناء الشعبي والغناء التقليدي والتحديثات. فأصبحت التحديثات هذه وكأنها تجري مجرى الغناء الشعبي. ففن مثلا ظهر في منطقة ما يعني يقول لك والله هذا الفنان من كذا إذا فن كذا، إذا فن كذا يعني. ومع أن الكثير من الفنانين اليمنيين اللي ظهروا مع حركة التجديد الغنائي في اليمن مثلا هم استمدوا بعض نشاطهم من مفردات الغناء الشعبي يعني. يعني في عندك القومندان، في لحج أغلب الفنانين يعني اعتمدوا على المرجعية الشعبية يعني. فالمرجعية الشعبية هذه مهمة، بل بالعكس يجب أن نسمي الأشكال الغنائية الشعبية مش يعني بقول لك حاجة، المكان مهم بالنسبة للغناء الشعبي. المكان التي يعني يجري فيها الغناء الشعبي مجراه، المكان مهم.
بدون ما تحدد المكان ما تقدرش تفهم الغناء الشعبي. ففي صنعاء أو محافظة صنعاء بشكل عام في هناك يعني نشاط للناس وأنشطة مرتبطة بالمهن والمناسبات، ولكل هذه المهن والمناسبات في لها تغطية شعبية يعني غنائية أقصد. لها تغطية غنائية شعبية، يعني الأفراح لها غنائها، يعني النساء لهم غنائهم، الأطفال لهم غنائهم، المهاجل، الزوامل إلى آخره. كل هذه العناوين تدخل في نطاق ما يسمى بالأغاني الشعبية التي يمكن ببساطة أن ننسبها إلى مناطقها. يعني هذا أمر لأنها بنت المجتمع، بنت الجماعات. خلينا نقول هذه بنت كل جماعة ما تمام، لها طقوسها ولها بالضبط تفرز يعني أشياء الثقافية على سواء بالنسبة للشعر الشعبي أو الغناء الشعبي. لكن عندنا من مشاكل الثقافة يعني أنه في لبس عند الناس، اختلط الحابل بالنابل، فأصبح كثير من الكتاب الصحفيين ما يقدروش يميزوا ما بين الغناء الشعبي والغناء التقليدي والغناء الحديث. كيف؟ وبالتالي أصبح عنده يعني محتار، يعني يقول لك هذا الفن مثلا من عدن، إذا هذا فن عدني، هذا فن عدني. طيب ابحث عن مرجعيته، هو الموقف السليم أن تبحث عن أصل اللحن، مفردات اللحن، يعني إيش هي المفردات هذه، وبعدين تبحث عن إيش لفين. يعني مثلا عندك أحمد قاسم مثلا غير محمد مرشد ناجي وهم من عدن، وقيس على كذا. يعني تجد مثلا في منطقة ما يوجد فنانون أوكي من منابع أو من مرجعيات مختلفة، يعني فكل واحد يعني يقدم تجربة فردية على المؤثرات المرجعية. بالضبط هذا اللي بيحصل. لكن يبقى المسألة يعني أنه نحن الآن نعيش مأساة الحقيقة فيما يتعلق بالفكر الموسيقي في المسميات والمصطلحات، إن لم يكون هناك مصطلحات دقيقة، مصطلحات لازم نعرف دلالتها ومرجعياتها أيضا. يعني لازم المصطلح مهم جدا في أي علم من العلوم. إذا ما انضبط المصطلح تلخبطت الموضوع كله تلخبط يعني. نعم. في هذه الأيام على ذكر التراث والموشح نسمع الكثير من المصطلحات البراقة إلى حد كبير، يعني كمصطلح تجديد التراث، تطوير التراث. برأيك هل هذه المصطلحات يعني تطبق أو ممكن القبول بها يعني على الأشكال الغنائية زي شكل الموشح؟ يعني هناك من يقول أنا أجدد موشح كذا أو أغنية كذا بالأصح، الغالب لا يقول موشح صح. إنما السؤال بشكل آخر، يعني هناك مصطلحات براقة كثيرا ما نسمعها اليوم كمصطلح تجديد التراث وتطوير التراث. برأيك هل التراث يعني يتطور بالشكل الذي نسمعه اليوم من قبل معظم الأصوات الشابة؟ هو شوف يعني في البلدان الناضجة ثقافيا والجاهزة ثقافيا فيما يتعلق بالتعامل مع يعني مفردات المشهد الموسيقي سنت قوانين بموجبها يعني منعت التعامل مع التراث كيف ما اتفق، منعت تماما هذا الشكل، وإلى درجة أنها جرمت من يقدم على مثل هذه الأمور يعني، وأسست مراكز للتوثيق وللأبحاث والمساحات الميدانية لتقوم بدورها في هذا المجال. في اليمن المشكلة أنه مثل هذا الجهد ما تمش، ورغم وجود مركز التراث الموسيقي إلا أن هذا المركز لم يحظى أبدا باهتمام الوزارة. بل أن بعض الوزراء وقفوا ضد المركز، ضد مركز التراث الموسيقي، يعني لجالهم دور لجالهم بحساسية وأهمية مثل هذا الأمر. فعلى كل حال ما يتعلق بمصطلح يعني مثلا تجديد التراث لا يجدد، لأن التراث هو
كيان ثقافي قائم بذاته، وهو يجدد نفسه يعني، ومش استمراره. يجدد نفسه بنفسه، لأنه الحين أنت لما تقول جدد، أنا لما أقول أجدد معنى أن يأتي واحد من خارج المنتج الثقافي هذا ويضيف إليه. ويضيف له أو يحذف منه مثلا، وهذه مشكلة. يسرع الإيقاع كما ملاحظ مثلاً. أو يبطئ أيوة مثلا. المناطق. لكن لو يترك الأمور لقوانين التطور الثقافي الطبيعي يعني، التراث هو يتجدد من خلال الحذف والإضافة، لكن من خلال أيضا علاقة ديالكتيكية إذا صح يعني، ما بين المنتج يعني هذا الثقافي وما بين المحيط نفسه. تمام، يعني أغنية شعبية ما، تمام، تجدها مثلا قيلت مثلا في زيدية مثلا يعني في تهامة، تنتقل إلى منطقة كمنطقة بيت الفقيه إلى الجنوب يعني، وإنما بشكل مختلف إلى حد ما. يعني مثلا تحذف مفردات، تضاف مفردات، واللحن أحيانا تحصل فيه بعض التعديلات. هذا يندرج فيما يسمى بإيش؟ بالتطور الذاتي للعناصر التراثية من خلال العلاقة ما بين المنتج التراثي يعني وما بين الناس يعني. ولهذا يميز دائما ما بين ما يسمى بالتجديد أو التجدد. التجدد والتراث يقوم بذلك من خارج بذاته. نعم. يعني يتم التجديد بذاته، لكن التجديد وكأنك أنت تأتي من خارجه فتضيف أو تحذف زي ما تشتهي عمدا يعني. عمدا. لكن كان ربما الإشارة التي أشرت إليها فعل الاختلاف من منطقة إلى أخرى نتيجة عملية السماع والتناقل الشفاهي. بالضبط. يحدث ذلك. أيوة. إنما الآن في زمن التكنولوجيا وزمن وسائل التواصل الاجتماعي، هناك من يقول لك أن المستمع الذي كان يعني ينبسط في ارتاش والمقدمات والتطويل والموال في الوسط بات غير ذلك. يعني هناك مستمع جديد ومتلقي في زمن عصر القرية الكونية والغرفة الواحدة والسرعة، فيتحققون بهذه يعني الحقق بغية يعني إضافات أو تسريع، وهناك من يمزج لحن بلحن آخر. فما رأيك بهذه التجارب؟ هو شوف أقول لك حاجة، كل ما يجري هذا الآن في اليمن وغير اليمن يعني هو نتيجة ضعف المكون الموسيقى عند الناس سواء كمتلقين أو كمنتجين للأعمال. فعندما يتصدر الموسيقى أو أي فن من الفنون يعني فنانون أصحاب قدرة ودراية ومعرفة يعني بالتأكيد هم بيخوضوا مسألة الإنتاج الموسيقي من زوايا عدة يعني. مثلا عندك أنت التراث مثلا، كيف تستفيد منه؟ خلينا نقول هذا التراث كيف تستفيد منه؟ ولهذا وجد مبدأ الاستلهام مثلا. الاستلهام مبدأ مهم، أنك أنت ما تنقلش تماما يعني، وإنما أنت تستلهم، تعيش تعيش جو الجو هذا يعني. وكثير من الفنانين مثلا يقومون بهذا الأمر، لكن الخطر أنه يعني الأكثر من الفنانين أنه يأخذ المادة نفسها يعني ويروح يجري عليها هو يعني تعديل مباشر يعني. أيوة. تعديل مباشر بالضبط. ويصبح الضرر هنا أكثر أيضا مع التطور الهائل في وسائل التواصل سرعة الانتشار الاجتماعي. وطبعا الآن التراث الثقافي عموما في كل بلاد العالم الآن يعاني من تهديدات خطيرة جدا، وهذه التهديدات لا يمكن أن يحد منها إلا إذا ظهر ناس مؤهلين تأهيل حقيقي للتعامل مع المفردات هذه، سواء كان تراث ما هو التراث شعبي تقليدي إنتاج حديث مثلا كيف يعني. وبالتأكيد في اليمن الحديث عن هذا مع الأسف يطول، لأنه في ظل غياب المؤسسات العلمية يزداد الأمر سوء يعني. لأنه في ظل غياب المؤسسات العلمية أنت تفقر العاملين في مجال مثلا الثقافة الموسيقية، أنت تفقرهم إلى أشياء كثيرة يعني، لوازم كثيرة علمية يعني. على الأقل الذي يفهم المقام هو يسمع أفضل من اللي يسمع ما يفهمش المقام مثلا يعني.
ما تقدرش أنت واحد مش عارف مثلا ما هو المقام أو ما هي الضروب مثلا أو ما هو النسيج، يعني هذه المصطلحات الخاصة بنا مش ممكن تطلب منه مثلا أن يجي يحلل أو يجي ينظر مثلا. كيف تنظر وأنت عندك أدوات التنظير مش موجودة أساسا يعني؟ فالأدوات التنظير لا يمكن أن تتوفر إلا من خلال مؤسسات علمية أكاديمية يعني. ولهذا المسألة هنا أيضا تزداد خطورتها، يعني هي تعقيدها بالضبط يعني. فأنا والله مش أنا بس، وكثير من الناس الغيورين على التراث الثقافي في البلاد العربية أو غير البلاد العربية يعني غيورين من إصابتها بالشلل. الشلل والغموض، وهذه مشكلة تحريف في نفس طبعا، لأنك أنت بدون مرتكزات ثقافية إذا أنت مش إنسان يعني. صحيح، يعني لأنها هي مرآة الشعوب الموسيقى، هي مرآة الشعوب يعني. فإذا أدخلت عليها التحريفات والتغييرات واختلطت بالراب والأشكال الموسيقية الوافدة بالضبط تظل ليس لك هوية بالضبط محددة. وأذكرك هنا بمقولة يعني بالكتاب كان ألفه يوهان هاردر في القرن الثامن عشر. عنوان الكتاب مدهش يعني، أنه ايش يقول العنوان؟ بما معناه يعني أغاني الشعوب هي جوهرها يعني. نعم. أغاني الشعوب معناها أغاني الشعبية يعني هي نعم، والكثير من الأقوال التي تؤكد هذا القول. إذا أردت أن تعرف ثقافة شعب فاستمع إلى موسيقاه. هذا اللي الحكيم الصيني كونفوشيوس. نعم. فيما يتعلق بالجزئية النقد الموسيقي، وكما تعرف أن يعني المجتمعات العربية أو الدول العربية برمتها يعني ربما تزخر بالنقاد في مجال الأدب ومجال السينما، إنما في مجال الموسيقى ما تزال الساحة العربية واليمنية على وجه الخصوص تفتقر إلى كثير من النقاد وكثير من الدراسات النقدية حول الموسيقى. كناقد يعني الأستاذ جابر علي أحمد، كناقد كيف تنظر إلى الغناء اليمني يعني من وجهة نظر موسيقية عن الخصوصية المقامية والخصوصية الإيقاعية؟ هل نستطيع القول أن الأغنية اليمنية معالم ممكن لك كناقد أن تضع إصبعك على هذه المعالم؟ هو في الحقيقة حتى مصطلح أغنية هو غير دقيق. المصطلح الأغنية هو المصطلح العلمي المعترف فيه هو غناء. أشمل. فالأغنية هي جزء من الغناء. نعم. وليس الغناء هو جزء من الأغنية. فعندنا أيضا مثل هذا المصطلح بالدول، يعني مثلا اليوم العالمي للأغنية اليمنية مثلا، هذا روج له كثير يعني، وتبني من قبل وزارة الإعلام والثقافة، وأنا قد تكلمت مع كثير من الناس المعنيين يعني. لكن طبعا وسائل التواصل أحيانا يعني الأيام هذه بالذات يعني تروج وتفرض ما تريد يعني على عواهنه يعني. وهذه مشكلة عويصة يعني. شوف كل أشكال الغناء في الدنيا هذه هي قابلة للنمو، لأن الإنسان دائما هو محتاج إلى أن يتطور وأن تتوسع مداركه السمعية يعني. وتتوسع أيضا ثقافته السمعية. فتطوير الثقافة السمعية وتطوير أيضا المكون الحسي للإنسان لا يمكن أن يتم إلا من خلال الفعل الدائم، الفعل الموسيقي الدائم. والفعل الدائم من الموسيقى يعني إذا أردنا أن نقدم فعلا موسيقيا يقوم بدوره التربوي والأخلاقي وإلى آخره، لابد أن تهيئ المناخ كمؤسسة عامة، تهيئ المناخ لمثل هذا الأمر. وبداية تهيئة المناخ هو أن يكون لديك مؤسسات تعليمية موسيقية على كافة الأصعدة، سواء تربوية أو غير تربوية يعني لها علاقة بالإنتاج.
فهذا مع الأسف الآن مش موجود. وأقدر أقول لك بأنه أدب الموسيقى يعاني من فقر مدقع في البلاد العربية. أما في اليمن طبعا في الحديث يطول. نعم. أو يعني أكثر إيلاما يعني. نعم. مع الأسف إنما الشديد. متفق عليه هذا الطرح أستاذ كابر. إنما عودة إلى ما أشرت إليه في مطلع السؤال عن خصوصية الموسيقى اليمنية، وكنت طلبت منك يعني أن تضع الإصبع على هذه الخصوصية إلى هو بالتأكيد اليمنية خصوصية يعني. يكفي أن نعلم بأن الموشح اليمني مثلا هو اسمه يعني يلتقي مع الموشحات كاسم في الأندلس موشحات، في الأندلس، في شمال أفريقيا، في البلاد العربي، في كله. لكن الموشح في اليمن له خصائص أكيد يعني، والخصائص هذه مسلم بها من زمان. نعم. يعني على مستوى البناء الشعري أولا. على مستوى البناء الشعري واضح أنه له بناء خاص فيه بيت وتوشيح وتقفيل، أو بيت وتوشيح بيت وتوشيح، أو بيت 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 بيت. يعني الأشكال الموشحة اليمنية تتعدد كثيرا جدا. وإنما من الناحية الشكلية، من الناحية الشكلية طبعا والبنائية. من الناحية الشكلية والبنائية. ويمكن أن نقول في هذا المجال بأن الموشح اليمني يلتقي مع الموشحات العربية والموشحات في الأندلس، من أن هناك في شكلين، في موشح كامل وفي موشح أقرع. الموشح الكامل هو الذي يتقيد بكافة أجزاء يعني المكونات، اللي هو البيت التوشيح التقفيل مثلا لازم كذا، أو هذا الكامل. ما نقص عن كذا يدخل في نطاق الموشح الأقرع. وهو يعني شكل ممكن يتشكل من بيت توشيح بس بدون تقفيل، أو بيت 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 بدون توشيح وتقفيل، أو بيت في صدرها في قافية مثلا. أيوة. أو حتى على غرار القصيدة العمودية مثلا، يكون من حيث الشكل يكون زي القصيدة يعني يتساوى السطر والعكس من حيث الوزن مثلا يعني، لا من حيث الشكل. لكن طبعا تبقى المفردة الشعرية مهمة، القافية مهمة. شفت كيف القصة؟ اللحن الموسيقي في الموشح مهم، لأن الموشح أنت دائما تتكلم عن بنية شعرية وبنية لحنية، لا تفصل اللحن عن مش كذا. يقال بأنه الموشح شكل ظهر أصلا ليلتزم بقواعد الغناء، يعني ظهر ليغنى أصلا، يعني غير القصيدة. القصيدة ظهرت كفن قائم بذاته للقراءة يعني. أما الموشح هو ظهر بالتلازم ما بين الشعر والغناء، بمعنى أنه الموشح يكتب قصيدة موشحة لكي تلحن وتغنى، تمام؟ أو يعني إذا ما لقيش يتركها لمن أراد أن يغنيها. هذا ما يؤكد يعني مدى الترابط ما بين اللحن والكلمات. مثلا عندما نسمع ومغرد بوادي الدور قرب سبوعه، وتشعر أن هذه الكلمات خلقت لهذا اللحن، أو هذا اللحن خلق لهذه الكلمات بالضبط. وأيضا هذا يقودنا إلى أن التجربة اللحنية أيضا، أو التجربة اللحنية إذا صح التعبير، أيضا هي قديمة بهذه الأشكال الموسيقية اللي فيها اشتغال. يعني الألحان لم تكن سهلة يعني. صح. ربما بعض الأقطار فيها الموشح يلتزم بجملة لحنية معينة وتكرر أو كذا، إنما الموشح اليمني فيه من الخصوصية المقامية وما يتعلق بالأبعاد النغم، أو فيما يتعلق أيضا من الكوبليهات، يعني الدخول في كوبليهات. أيوة. وهذا يقودنا إلى أنه في ثراء لحني هو في مقاطع. نحن ما نقولش كوبليهات لأن صياغة المذهب والكوبليه هذه وحدها تتعلق بالأغنية وحدها. ظهرت في البلاد العربية مع التجديدات الغنائية اللي ظهرت يعني، هي صيغة أوروبية أساسا يعني. ودخلت هنا يعني مع حركة التجديد الغنائي. لكن خلينا نقول بأنه في اليمن يعني هناك في خصوصيات للأداء، وخصوصيات في التركيب النغمي، وهذا كله يخضع لإيش؟ يخضع لما يمكن أن نسميه نحن بالمنظومة الحسية اليمنية المختلفة عن منظومات حسية تتشارك فيها اليمن مع دول عربية وإسلامية.
يعني مثلا المقام، مثلا المقام. المقام كمصطلح تشترك فيها اليمن مع كل البلاد العربية اللي يوجد فيها مثلا هذا المقام نفسه. مثلا الرست. ايوه. اوكي، انا ما اقدرش اقول بان هذا الرست يعني مثلا يمني، او الحزام هذا يمني، او الحجاز يعني او الحجاز نقول عليه يعني مثلا يمني. ليش؟ لانه المنظومة الحسية التي يتعامل بها الفنان، اللي يتعامل فيها المجتمع بشكل عام مع هذا المنتج، هو في تلازم دائما، او في تناغم ما بين المعطى السمعي يعني والناس، الناس المتلقين. فالمقام الراس او الحجاز هو انت تحسه احساس عام، لكن بدي عند التفاصيل بتكون مثلا يختلف اداؤه من مصر الى سوريا الى اليمن الى الحجاز الى طشقند الى كازاخستان الى تركيا. شفت كيف؟ تخضع المسألة يبدو للتصورات وللإحساس أيضا. طب والمنظومات، المنظومات هذه هي تتشكل تلقائيا من الخلف، من السلف الى الخلف وهكذا يعني. فيصبح طبعا الان مع التطورات التكنولوجية يعني في كثير من الكلام اللي يمكن ان يقال يعني في هذا الصدد، لكن يبقى لابد ان نسلم بان هناك في منظومات حسيه مختلفه من المجتمع الى اخر، لكن ما نرتبش عليها بانه في مقام حجازي ومقام مصري ومقام طشقندي ومقام مدري ايش، لا، وانما في منظومات حسيه. المنظومات الحسيه تنتج اداء يختلف من منطقه الى اخرى او من مكان الى اخر. هذا هو الموضوع. انما المقام هو مقام راست او راست. نعم. انا ما اقدرش اقول غير راست لانه هو يحس. شفت كيف؟ يعني حتى ما تقدرش تضبطه علميا كما تم في اوروبا. يعني مثلا المقام الكبير والمقام الصغير يضبط كعدد ذبذبات كمقاييس يعني مثلا المسافه من الدول الري ومن الري للمي تبقى هناك مسافه ثابته مضبوطه، تمام، وتخضع لقياسات دقيقه علميه يعني رياضيه. والتكنولوجيا الان ايضا اتاحت فرصه اكبر لضبط لكن تجي لك عند الراس مثلا ما تقدرش. نعم، كل عازف ربما احيانا يعزفه بطريقته وفق المنظومه الحسيه اللي هو بمنطقته. هذا هو الموضوع. طبعا كثير من اليمنيين الفنانين يعني مش فاهمين الحكايه دي، ويقول لك يمنطق لا هذا حجاز صنعاني وبيجي لنا بعدين حجاز لحجي وحجاز عدني وهيصه يعني. انهم تخريجات يعني ما اعطى الله بها من سلطان يعني. هذه مشكله عويصه. ايوه، هو يتعاظم الجهل بالمفردات الموسيقيه طبعا والمصطلحات بشكل عام حتى على الصعيد يعني الثقافي بالضبط برمته يعني بالضبط. لكن الموسيقى مولعين باستخدام المصطلحات. الشعر مثلا مصطلحاته واضحه الى حد كبير يعني، لكن الموسيقى لانه في تكريس للنقد. ايوه صحيح هو هذه المشكله. وهنا يقودنا هذا التحاور الى سؤال اعتقد مهم. ونعرف انه هناك كثير من الخريجين اليمنيين يعني نسبيا يعني اسماء كثيره ربما تخرجت من معاهد موسيقيه واكاديميات ومعاهد فنيه. لماذا لم نلحظ يعني اثر على المستوى النقدي، المستوى نقد الموسيقى؟ بقول لك ليش. لان اللي يروحوا يدرسوا يريدوا ان يكونوا فقط فاعلين في الحياه الموسيقيه العمليه كعازف وغيره، كعازف او كمؤدي او كذا يعني. لكن الخوف في مسائل النقد يحتاج الى روافع اخرى فكريه. نعم. يحتاج الى ان يكون مثلا الذي يشتغل في النقد مثلا لابد ان يعني الى جانب كونه هو فاهم للعلوم الموسيقى بمختلفها يعني، لانه في علوم كثير للموسيقى لازم يفهمها. لازم ايضا يفهم علم الجمال، علم النفس، العلوم الانسانيه بشكل عام، وانما اكثر شيء علم النفس وعلم الجمال الى جانب معرفتها ايضا بالاشكال الفنيه الاخرى، الكتابه والطرح. ولازم يفهم مثلا الادب، لانه الادب
يعني مثلا الإنتاج الشعري مثلا له علاقة مباشرة هذا، لازم أفهمه. شفت كيف القصة؟ يعني باختصار الناقد يحتاج إلى جهد. نعم. الاشتغال يعني الاشتغال بالنقد يحتاج إلى جهد، وجهد كبير. المعاهد لا تخرج ناقد، هي تخرج بمعنى محترفين. نعم. أو مدرسين للتربية الموسيقية. بالضبط. إنما أيضا في نفس ربما في هذا الصدد يحضرنا سؤال، هناك إصدارات يعني حول بعض الشخصيات الفنية أو الغنائية كذا، إنما تقدم من ناس غير مهتمين أيضا، لا يمتلكون هذه الأدوات الموسيقية، وهذه مشكلة. أيوة. فهنا في فجوة يعني. أكيد. ما بين إنه ليس لدينا الكثير من الأسماء المتخصصة في الموسيقى وفي نقدها، وهناك من لديه القدرة ربما في الكتابة ولكن يخفق في تناول الموسيقى. أكيد. كيف تقرأ أنت هذه؟ لا أكيد هذا موجود مع الأسف، هذا وهذا هو موجود. يعني في مثلا ناس خريجي موسيقى مثلا ويروح يعني في لحظة طارئة هكذا ويريد أن يقدم نفسه ككاتب موسيقي يعني. طبعا أنت تقرأ في الأخير يعني مع احترامي للكاتبين اللي يكتبوا، يعني تقرأ يعني حاجة ثانية يعني غير ما حملوا العنوان. غير وأحيانا أول تبدأ المشكلة من العناوين. يعني طبعا اختيار العنوان مهم جدا. يعني أنت عارف كاتب وفاهم أنه لأن العنوان هو يلخص الكتاب. فأحيانا تجد مثلا عناوين باهتة تعاني من ضبابية يعني شديدة، وهذا كلها ناجم عن ايش؟ ناجم عن ان صاحب الكتاب او المقالة او كذا هي احكام مسبقة. احكام مسبقة او ما في منمط وفي ما في. انا احيانا اقرا للناس مثلا فنانين حتى بعضهم تخرجت في الموسيقى يعني، واشوفه مثلا يغرف من كتبي مثلا. والله يغرف من كتبي كذا بالنص يعني، ويلا وشغل يا شعب. لا يشير يعني الى المصدر وياخذ بكميه هائله، وفي سياق غير السياق اللي كنت انا اريده يعني، يوظفها في السياق الثانيه يعني. دي اشكاليه كبيره. فالنقد هو يعاني من مشاكل في كل العالم الحقيقه، لكن عندنا يعاني من كوارث مش مشاكل يعني. ضعفاء يعني كوارث يعني تجد مع وسائل التواصل الاجتماعي الكارثه تضاعفت كثير. ويعني في الأخير نتيجة هذا إيش هو؟ مزيد من تجهيل الناس بالموسيقى طبعا. وأنت إذا جهت الموسيقى يعني تصبح قدرتك على التذوق الموسيقي منعدمة، لأن أنت مش ممكن تتذوق إلا بمعرفة اللي تسمعه ما هو، بمعرفة المحتوى ما تسمع. في الآن الناس يسمعوا بس مجرد تيمات موسيقية يعني يستشعر جمالها لكن مش عارف ما هو الموضوع يعني. ودي إشكالية. تقدر الواحد يتراقص مع ما يسمع من الخارج، لكن التأثير الداخلي مش موجود يعني. التأثير الداخلي يأتي من المعرفة الموسيقية. خصائص العمل وخصائص طبعا ما هو القالب اللي يسمعه. صحيح. تمام. طيب خصائص القالب هذا يتناسب مع خصائص القالب الأم مثلا. وفي ماذا يتفق معه وفي ماذا يختلف معه. كل هذا يقتضي وجود وعي جوانب شتى. طبعا. حقيقة استمتعت بالرحلة الحوارية هذه معك أستاذ جابر، وإذا كان ثمة شيء تود قوله فتكرم. يا أخي ويا عزيزي ويا صديقي، أنا سعيد بهذا اللقاء حقيقة يعني، وأنت ما شاء الله عليك يعني وفيت يعني يقول لك كفيت وكفيت أو شيء من القبيل يعني أنت طبعا ثقافتك هي طيبة وتؤهلك لمثل هذه الحوارات، وأنا سعيد بكونك أنت في معهد النقد الآن. نعم النقد الفني، وهذا الشيء جميل جدا، وقد يسهم مثل هذا في إزالة الغبار عن أشياء كثيرة جدا تختلف يعني حياتنا
الفنية والموسيقية على وجه الخصوص. نعم. يعطيك العافية. شكرا جزيلا أستاذ جابر. إنما لي طلب قبل الختام، وأنا من المعجبين بأغنية بنمضي على درب الهوى لا منتهى، وأتمنى أن تشنف أسماعنا بهذه الرائعة الغنائية. وإذا كان لنا أن نشترط يعني ونقول كاملة أينما هو حب في هذه الرائعة الغنائية. الحقيقة أنا بحاول ألبي الطلب جزئيا يعني. مشاهدينا الأعزاء، ونحن على مشارف الختام مع الفنان والموسيقي القدير الأستاذ جابر علي أحمد. سنرحل سويا مع أغنية بنمضي على درب الهوى لا منتهى، وهي من كلمات الشاعر الراحل محمد عبد الباري الفتيح، ومن ألحان الموسيقي والفنان القدير الأستاذ جابر علي أحمد. سماعا طيبا أيها الأعزاء. بنمضي على درب الهوى لا منتهى، محال لو لا منع ذلته. بنمضي على درب الهوى لا منتهى، لا منع ذلته. واحنا اللي زرعنا في القلوب، زرعنا في القلوب، ومن نبع الصفا سقينا، نجني جنى، نجني جنى. هوانا ألهم الحمام سقعه والهذيل، نطق عودي وأوتاري وفكرنا بأشعاري، نطق عودي وأوتاري وفكرنا بأشعاري، يصب في مسمع العشاق من فن الأصيل، من فن الأصيل. هوانا
في مسمع العشاق من فن الأصيل، من فن الأصيل بان مضي على درب الهوى لا منتهى، محال لو لا منع ذلته، واحنا اللي زرعنا في القلوب، زرعنا في القلوب، ومن نبع الصفا سقينا نجني جناه، نجني جناه. بحسي كل لحظة أنت، بحسي كل لحظة أنت، وحلمي في المنام، وحلمي في المنام، بحسي كل لحظة أنت، وحلمي في المنام، وحلمي في المنام، ودقات الفؤاد باسمك، وفي البال انحفر رسمك، ودقات الفؤاد باسمك، وفي البال انحفر رسمك، كذا فليعشقوا ولا على دنيا السلام، ولا على دنيا السلام ما نمضي على درب الهوى لا منتهى، محال لو لا منع ذلته، واحنا اللي زرعنا في القلوب، زرعنا في القلوب، ومن نبع الصفا سقينا نجني جناه، نجني جناه. يا سلام يا سلام أستاذ جابر، شكرا جزيلا. تسلم. ممتنون لكرم إطلالتك ولهذا الشجو وهذا الشجن العميق. تسلم حبيبي، تسلم. شكرا جزيلا أستاذ جابر.